يا مساء الخيرات، هنعمل وصفة البسبوسة المرملة. البسبوسة الاقتصادية الغير مكلفة خالص، وكتير بيقولوا ان هي بتنشف منهم ومبتبقاش مظبوطة خالص. النهاردة هتعرفوا سر بسبوسة الحلواني بطريقة رائعة، وهتشرب الشربات خالص 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 مهما كان كمية الشربات بتاعتنا، وهيكون بنفس اللون اللي بتجيبوها من عند الحلواني، وبنفس الطعم الرائع، وبإيدك طبعا هتبقى أحلى وأحلى. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي مروة. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنخلط المكونات الجافة مع بعضها. عندنا هنا 2 كوب من السميد البسبوسة، وربع كوب من جوز الهند، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها، وبعدين هروح اعمل الخليط السائل بتاع البسبوسة. عندنا هنا كوب من السكر، وربع كوب من المية، واسيبهم شوية كده لحد ما السكر بس يبدأ يدوب ولونه كده يغمق شوية زي الكراميل، واقلبهم. وبعد كده هنزل بقى بمعلقتين من السمنة البلدي اول ما يبدأ يغلي بالشكل ده، ولازم تكون سمنة بلدي علشان البسبوسة، يعني احنا بنعمل حلويات يعني كده. ومعلقتين من الزبدة او مكعب زبدة بالشكل ده. وهنزل بقى ايه بمعلقتين 3 من القشطة بتاعتنا اللي انا عملت لكم في فيديو قبل كده، او ممكن تشتري علبة قشطة من سوبر ماركت عادي خالص. وتقلبي كل الحاجات دي كده مع بعضها لغاية ما تحسي اللي هي اندمجت وبقت سايلة معاكي، واندمجت كل الحاجات دي كده مع بعضها بالشكل ده. في الاخر خالص بقى هنزل بكوباية الا ربع من المية. يبقى مقدار المية اللي احنا حطيناها في السوائل بتاعتنا بتاعت البسبوسة عبارة عن كوباية من المية. وقلبه بقى كده بالشكل ده، نقلبه خالص لغاية ما تحسي ان كل حاجة دابت وكل حاجة اندمجت كده مع بعضها. بقى هروح اطفى عليه، وهاخده على طول بعد ما يهدى بس شوية كده، وهو سخن كده على طول، يعني سيبناه يهدى يجي دقيقتين 3، وانزل بقى وهو سخن كده على الخليط الجاف بتاعتنا اهوت. ونقلبوه بقى بالراحة خالص، يعني احنا مش هنعجن، احنا بنقلبوه يعني ايه حاجة بالراحة خالص كده، لحد ما تحسوا ان المكونات الجافة بتاعتنا كده بدأت ايه تختفي كده مع السوائل بتاعتنا اهو. وبعد كده هروح اجيب بقى الصينية بتاعتنا، وفيها بقى معلقتين من السمنة البلدي. تدهنوها بقى كده، وما تقولوش بقى ان الدهون كتيرة، لا هي بقى هي مش هتتظبط غير كده، يعني هتبقى معاكم جميلة جدا يعني. وبعد كده انزل بقى بالبسبوسة بتاعتنا. بصراحة هتبقى بسبوسة خطيرة جدا جدا. شايفين عاملة ازاي وهي نازلة كده في الصينية اهو. وبعد ما نزلتها في الصينيه كده ابدا اسويها. انت هتحسي ان هي سهله معاكي عشان هتبقى لينه، ما هيش ناشفه معاكي، تحسي ان هي سايله شويه كده كده بالشكل دوت. نظبطوها. وبعد كده بقى هنضيف عليها اي نوع من المكسرات تحبي تحطيها، ديت بتاعتك. عايزه تسيبيها ساده مش عايزه تحطي انت حره، بس انا عندي سوداني وحطيت فيها سوداني كده بالشكل دوت كده، لحد ايه ما نخلصوا كل الصينيه كده، يعني ايه ترص السوداني بالشكل ده. وعبال بقى ما نخلص كل كمية السوداني كده على البسبوسة. عايزة اقول لكم ان احنا طبعا نبقى مشغلين الفرن بتاعنا مسبقا، يعني يكون ساخن، ما تدخلش والفرن بارد، لازم الفرن يكون ساخن ويكون على درجة حرارة 200. ولو انت ما عندكيش درجة حرارة اعمليه على اعلى حاجة في الفرن. ولو عندك مثلا مروحة هتشغلي الفرن بس من تحت، ما عندكيش مروحة في الفرن هتستني لغاية ما الجوانب بتاعة البسبوسة بتاعتنا يا دوبك بس تاخد لون كده من الجناب، وبعد كده تولعي الشواية عشان تاخد اللون اللي انت تحبي تشوفيها بيه، او اللون بتاعها المظبوط. وبعد يعني اول ما تحسي بقى اللي هي استوت كده معاكي، يعني بقى يعني هتاخد ايه من تلت النص ساعة كده، ده حسب بقى الفرن وحسب تظبيطة الفرن بتاعك.
تبدأي بقى ايه تطلعيها كده من الفرن. ودلوقتي انا خلصت اهوت كمية السوداني كده. ناخده بقى صينية البسبوسة، يا دوبك نخبطوها خبطتين كده عشان نطلع كل الهواء اللي فيها بالشكل دوت، وتبقى كده جاهزة معانا. ونروحوا بقى ندخلوها الفرن بتاعنا، ويكون برضو فرن ساخن مسبقا زي ما قلت لكم. وعبال بقى ما البسبوسة بتاعتنا تستوي نعمل بقى الشربات بتاع البسبوسة. عندنا هنا كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية، واسيبهم بقى كده لحد ايه ما يبدأوا يغلوا كده مع بعض، وانزل عليهم بعصرة نص ليمونة. وبعد ما اعصر الليمونه كده، النص ليمونه بتاعتنا يعني، اسيبه يغلي ايه 3 4 دقايق كده، وبعد كده اطفي عليه. ولازم شربات البسبوسه يكون سخن جدا جدا مع البسبوسه السخنه، لازم يكونوا الاتنين سخنين، ما ينفعش واحد بارد وواحد سخن، الاتنين لازم يكونوا سخنين. وننزل كده على البسبوسه بتاعتنا وهتشرب الشربات بتاعنا. وده دليل على ان البسبوسه بتاعتنا ناجحه 100%، وان مقدار الشربات بتاعنا هو ده المقدار المناسب لكمية البسبوسة اللي احنا عملناها بالشكل دوت. وبعدين بقى انا هسيبها بقى بعد ما تتشرب كده الشربات بتاعنا، هقوم بقى مغطياها واسيبها بقى ايه تبرد شوية كده قبل ما اقطعها معاكم. ولو عايزين تقطعوها وهي سخنة عادي مش هيحصل لها اي حاجة خالص، عايزين تاكلوها سخنة هتبقى جميلة جدا. بس انا مش هستعملها دلوقتي، فسيبتها ساعتين 3 لحد ما اجي استعملها. ودلوقتي بقى انا بقطع البسبوسة معاكم زي ما انتوا شايفينها كده بالشكل ده. بصراحة هتبقى جميلة جدا جدا. وادي بعد ما قطعتها قدامكم اهيت، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا 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 وخطيرة يعني. وشوفوا لونها وشوفوا تسويتها وشوفوا هشاشتها كده وشوفوا يعني هشة ومنفوشة كده وناعمة ولونها ومش عايزة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي. بجد بجد هتبقى جميلة جدا معاكم، وبنفس الطعم والريحة والشكل زي ما بتجيبوها من عند الحلواني بالظبط. بجد والله هتعجبكم جدا 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 جدا، وهتكون خطيرة جدا. بجد البسبوسة دي تحفة جدا جدا جدا، وأنا متأكدة إن الوصفة دي هتبقى ناجحة معاكم من أول مرة. وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تكتبولي في التعليقات رأيكم. وأشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد، وباي باي.